ليه احنا مش قادرين نحقق التامنة؟ انا شايف ان احنا مش قادرين نحقق التامنة عشان احنا ما بنعملش حاجه جديده. يعني كان زمان كان كله متساوي، ما كانش في حته محللين اداء قوي، كان اللي بيحلل اداء المدرب بيروح يحل ماتشات الفرقه التانية. الناس كلها اتطورت، انت شايف تجربه المغرب وتجربه السنغال، فالناس اتطورت واحنا لسه زي ما احنا ما بنتحركش. فانت كنت زمان بتكسب بالروح واللعيبه وبتاع، دلوقتي انت بقى في علم في الكوره، انت مش مش قادر مواكب تواكب الموضوع ده. بالظبط. بلس احنا كان زمان عندنا لما تتفرج على المنتخب، حتى عندك محترفين مش محترفين، ما كانش فرقه اللي هي واقفه على لعيبه او بتعتمد على لعيب واحد، كان كله بيلعب من اجل المنتخب. انت دلوقتي لما تتفرج على المطوشه بتحس ان المنتخب كله، سواء هم عايزين حاجه زي كده ولا مش عايزين، هم بيعتمدوا مثلا على اللعيبه المحترفه بتوعهم، سواء مؤخرا عمر مرموش او قبل كده محمد صلاح. بتعتمد على شخصية الفريق. احنا من اول 2010 اللي هي اخر بطولة عملناها، بعد كده مبقاش في شخصية للفريق. انت بتنزل الماتش انت عارف ان انت مش هتعرف تعمل حاجة قدام الفرقة اللي قدامك. تحاول توصل، يعني انت 2017 2023 او 21 اللي احنا وصلنا فيهم فاينل، انت كنت كل اللي بتحاول تعمله ان انت تخرج بالماتش تعادل وتوصل لضربات جزاء، فتقدر تعمل نتيجة بضربات الجزاء وتصعد للدور اللي بعده. كنت لا بتنزل بأداء، انت عندك شخصية للفرقة. الفرقه نازله تدوس على اللي قدامها، ما عندوش فكره ان هو مستني يوصل بالماتش لنتيجه تعادل، لا هو مش هيسيبها للحظ، مش هيسيبها لضربات الجزاء. فدي مشكله كبيره، انا شايف ان دي اكبر مشكله عندنا، شخصيه الفريق. الناس اللي شغاله على الكوره والناس المسؤوله عن الكوره المفروض يبقى في خطه، في حاجه معموله. انت فين اجيالك؟ فين شخصيتك؟ فين خطتك اللي تبقى المفروض واضحه؟ حتى انت لما بتلاقي اخفاق تقول لا خلاص انا عارف ان انا ايه في مرحله معينه، انا عارف ان انا في الاول وبعد كده لا في تطور، لكن انت ما عندكش اي حاجه. انت ما عندكش اجيال موجوده. يعني انت بعد ما الجيل دوت يخلص اللي هو معدل اعماره، انت بتتكلم في 32 سنه دلوقتي، مش بتتكلم في 37 سنه 38 سنه. اصغر واحد عندك في الفرقه دلوقتي في المنتخب مرموش 26 سنه، او ابراهيم عادل 24 سنه. بتتكلم في معدل الاعمار دلوقتي كله ثلاثينات، 31 32. الجيل خلص. مين الجيل اللي جاي بعده؟ مفيش اي جديد فيها، مفيش. كل اللي بيجيب دي ده بيجيبه، ده بيروح ده بيجي، نفس القصه، نفس الاسماء. قيس بقى على ده كله من كام سنه، 15 سنه مثلا ولا حاجه، 2010 نفس القصه بتتعاد، نفس القصه. مفيش لعيبه بتطلع، مفيش ناشئين عندك، مفيش حد اللي يدور على المواهب زي الاول. الناس اللي كانت بتروح الصعيد وتروح مواهب، دلوقتي الكوره بقت للاغنياء. يعني احنا عددنا كتير، ايوه، انت ما عندكش النظام، ما عندكش اللي يطلع. هي دي الفكره.